عسلامة عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم ان شاء الله باش نعملوا مع بعضنا جاتو مزيان برشا وبنين برشا وساهل في نفس الوقت. باش نعملوا جاتو شوكولا سنيكرز. باش نعملوا ببخاليني الكاكاوية، باش نعمل كريم موسلين بنينة برشا، وباش نعملوا جينواز شوكولا. باش نحط بين الطبقات شوية كراميل كما قاعدين تراو، حويجة بنينة على الاخر وسهلة، واي انسان ينجم يعملها كما قاعدين تراو. باش نعملكم حاجة بالتفاصيل متاعها الكل، يعني من الجنواز للكريم للبراليني بقدرة ربي كل شيء باش تلقاوه. ما تنساوش تعملوا طلع على الباج انستغرام تاعي والباج فيسبوك متاعي باش تلقاو برشا حاجات مزيانين، وهكاك تشجعوني. تو نحط لكم الايام تاعهم في صندوق الوصف. هوني عندي 300 جرام كاكاوية عرجتها ونحيت لها القشرة متاعها. على 300 جرام كاكاوية باش ناخد 300 جرام سكر، باش نحطهم في قلاية ما تلصقش، مش باش نحطهم الكل، باش نحاول نقسمهم على 3 ولا 4 مرات، ونحطهم على الغاز كما قاعدين تراو على نار متوسطة. كل ما يذوب السكر نزيدو كمية أخرى هكاكا باش في ساعة يتكرمل لنا وما يتحرقش، خاطر كي نحطو الكمية الكل 300 جرام هي برشا، نخاف لا تتحرق لي. كي نقسمها كل مرة نزيد شوية هكاكا ما يصير له حتى شيء ويتكرمل في ساعة في ساعة. هوني 300 جرام سكر متاعنا بدات تذوب سايي حتى لين تولي كراميل، نتبعوها بشويه بشويه باش نحط لها رشه ملح باش تعدل لنا المطعم، ونبقى نحرك هكاكا حتى لين يذوب السكر الكل. من الاول خلوه الغاز متوسط ومن بعديك نقصوا فيه شوي. كي يذوب السكر الكل باش نحط كمية الكاكاوية اللي هي 300 جرام كيما قلت لكم، عرجتها وقشرتها. تنجموا تخليو هكا شوية كعبات بالقشرة باش تعطي لون مزيان في الكريم تاعنا. في ساعة يتكرمل السكر والكاكاوية ساي تخلطوا مع بعضهم، وباش نحطهم على بابي كويسون نخليهم يبردوا. كي يبردوا بالكدا بالكدا باش نتعدى المرحلة الثانية اللي هي باش نرحيهم. هوني سايي الكاكاوية متاعنا بردت، باش نحط عليها بابي كويسون نضربها شوية بالقلقال حتى لين تتفتفت هكايا باش تسهل علينا عملية الرحيان. خديت الميكسر متاعي وباش نبدا نرحي فيها حتى لين تولينا بات. مي في نفس الوقت انا باش نقسمها، فما يعني طريف باش نخليهم خشين وطريف نخليهم هكا يبداو متوسطين، والبقية باش نعملهم بات كما قاعدين تراو باش نزيدهم للكريم موسلين متاعنا. يعني باش نخلي شويه اكل يبداو مهروشين نزين بهم الفوق كيما هكايا، واللي متوسطين باش نحطهم في بين الطبقات، وهذه البات باش نحطها في الكريم متاعنا. توا باش نتعداو للجنواز اللي هي 4 كعبات عظم كبار. عندي 5 مغارف مليانين سكر ولا 120 جرام، عندي 90 جرام فارينة ولا 3 مغارف كيما قاعدين تراو هكاكا، وعندي 30 جرام كاكاو ولا مغرفة وشطر. عندي هوني قرصة خميرة رشة ملح وشوية اغون فاني. توا نبداو في تحضير الجنواز متاعنا، جنواز شوكولا. باش نقسموا العظم كما قلت لكم 4 كعبات عظم حجم كبير ولا متوسط، مي اذا كان صغار حطوا 5 كعبات. باش نفصل الابيض على الاصفر ونبدا نركز الابيض ونزيد له سكر بشويه بشويه. هوني باش نحطوا رشه ملح باش تعدل لنا الطعم، وما ننساوش ننكهوا باي اغوم نحبوها. هوني انا حطيت اغون فاني، بديت نركز في الابيض نتاع العظم كيما قاعدين تراو، وباش نبدا نحط لها السكر بشويه بشويه. راهو هوني اذا كان تحبوا تعملوا جينواز بيضة ماهيش بالشوكولا، في عوض ما تحطوا الكاكاو هذاك سون سكر تعوضوه بمغرفة اخرى فارينة، وهكاك تعملوا جينواز بيضة. كما قاعدين تراو نبقوا نركزوا الابيض نتاع العظم تاعنا حتى لين يتضاعف الحجم نتاعو وتولي كيما الموس، وتبدا شاده روحها بالكدا كيما قاعدين تراو فيها هكايا. كي نهزوا الفوي نتاعنا تبدا هكا واقفه. نبداو نحطوا توا الاصفر نتاع العظم اللي نحيناه على جنب، ونركزوا في نفس الوقت ما نركزوش برشا باش ما يهبطناش الابيض نتاع العظم. وبعد هذاك باش نلموا النواشف الكل نغربلوهم ونبدو نحطوا بشويه بشويه ونحركوا الخليط متاعنا من الفوق اللوطه. توا باش نلم كل شيء بالسباتول ومن بعديك نكمل الفارينه الكاكاو وشويه الخميره اللي هي اقل حتى من شطر مغرفه باش تجينا البات متاعنا هشوشه وبنينه في نفس الوقت. كما قاعدين تراو هذه الطريقه اللي نخلطوا بها، تحبوا تخلطوا بفوي ولا مغرفه لوح ولا اسباتول كما تحب. المهم الطريقة هذه اللي وضحت لكم في الفيديو اتبعوها بشوية بشوية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا خديت طبق 30 على 40 دهنته بالزبدة، حطيت عليه بابي كويسون ودهنته زادة من الفوق بالله.
باش نقولكم على حاجه صغيره. اذا كان نتوما تحلوا الفيديو وتزربوه وما تفرجوش فيه بالكدا وتبقوا تسالوا فيا انا في لي كومونتير الطبق قداش كبروا، قداش حطيت من عظمه، قداش حطيت من مغرفه، قداش من نعرفش شنية، قداش خليتها تطيب في الفرن، وانا هذا الكل حكيت عليه في الفيديو. تحبوني انا نبقى نجاوب على كل كومنتير وهو السؤال اللي سأله موجود ديجا في الفيديو واضح على الاخر، وانا تكلمت مره واثنين وثلاثه وقلت عليه. يجي يقولوا لي قداش كبروا الطبق، قداش ما نعرفش شنية. اخي انا باش نبقى نجاوب على كل حاجه هكا صغيره ياسر هكا كأنه ديجا كي قاعده نمنتجلكم في الفيديوهات الكلهم نتاع الجاتو كل واحد وحده، ديجا ما خذ لي برشا من وقتي معناتها. وزيد في كل فيديو نفسر نفس الحاجه، وجو يسالوني سؤال ديجا انا راني حكيت عليه وفسرت وقلت وفهمت وعاودت برشا مرات. بالليك تسالوني سؤال انا نقول لكم كتبدوا مستحقين حاجه حطوا لي في الكومنتير، ماذا بيا حاجه تكون معناتها انا نسيتها ما قلتهاش ولا مش واضحه. باهي لا علينا. ولا ساعة تقولك انا طبق مش 30، انا باش نعمل طبق 30 على 30. شنو نعمل انا باش نعمل 25 على 25؟ اعطيني الاحكار متاعو. انا عطيت 30 على 40، تبعوا 30 على 40. تحب تعمل 30 على 30 استنيني في فيديو اخر ولا في وصفة اخرى نعمل جاتو اقل من هذا وتبع عليه. ما نجمش انا كل واحد نعطيه الحاجة اللي يحب يطيبها هو، ولا اللي عامل عليها مثلا، ولا لقياس الفور متاعو، ولا قياس الطبق متاعو. انا نمشي نعمل له وصفه على حسابي. الحاصل وحبيت نوضح الحكايه هذه باش ما يجينيش كل واحد وحده قداش هكا وقداش هكا وقداش هكا. حاولوا تتفرجوا في الفيديو كامل باش تجيكم الوصفه ناجحه وتفهموها بالكدا. هوني الكريم موسلين متاعنا عندي 250 غرام مارغرين، عندي البات متاع الكاكاويه ولا بخالينيه كاكاويه، وعندي الكريم باتسير. الكريم باتسير عندنا 500 مليلتر حليب، عندي 60 غرام نشا، عندنا 5 مغارف سكر وثلاثة أصفر عظم، ونحطوها ونطيبوها على الغاز. وبعد نحطولها بعد ما تطيب نحطولها مغرفة زبدة ونحطوها تبرد، ومن بعد باش نبداو نعملوا بها الكريم موسلين متاعنا. كيما قاعدين تراو ركضنا 250 مارغرين، حطيت لها البات متاع الكاكاوية باش نزيد نركضها معاها بالكدا بالكدا، ومن بعد نبدا نزيد الكريم موسلين الكريم باتسير بشويه بشويه حتى لين تولينا كريم موسلين بنينه على الاخر. والتكستور نتاعها كيما قاعدين تراو تعمل 66 كيف. الحاجه اللي ديما نقولها لكم في كل فيديو فيه هكا كريم باتسير ولا كريم موسلين، نقول لكم الزبده والكريم باتسير تكون نفس درجه الحراره. يعني هذايا مثلا جايبينه عنده ساعه من الفريجيدير، مثلا الزبده عندها ساعه نجبد معاها الكريم باتسير، مش واحده مثلا بارده وواحده تبدا عندها ساعتين من اللي مجبوده من الفريجيدير ديجا سخنت. نحاولوا زوز يبداو في نفس التمبيراتور. كمان ركبنا الزبده مع البخالينيه كيكاويه نتاعنا. توا هوني باش نركب الكريم باتسير، ومن بعد نبدا نزيد الزبده والبخالينيه للكريم باتسير بشويه بشويه ونركضوا في نفس الوقت كيما قاعد موضح لكم الفيديو بالضبط. هكاك تجيكم كريم ناجحه. وحبيت نقولكم راهي كريم متاع الكاكاويه هذه بنينه على الاخر، خصوصا كي تبدا جينواز بالشوكولا وتعطي جو بنينه على الاخر. جربتها انا الكاكاويه مع بات العاديه البيضه، معناتها الكريم هذه اللي بالكاكاويه مع البات البيضه ومع البات اللي بالشوكولا، نقصد الجينواز. معناتها حسيتها اللي بالشوكولا مشيت معاها اكثر يعني. كيما قاعدين تراو كريم بنينه على الاخر والتكستور نتاعها مزيانه على الاخر، ماهيش مفروله ماهيش محبه ماهيش سايله ماهيش يابسه متوسطه، تحسها معناتها تعاون بالكدا كي باش نخدموا بها الجاتو. الحاصله حويجه بنينه على الاخر وتكستورها مزيانه وتنجح بالكدا في اي جاتو. حتى يعني بالبسكويت نجموا تعملوها تمشي على الاخر. تاخذوا بسكويت سايده في عود البات في عود الجينواز وتخدموا بها. هوني حطيت السيرسو والسوتاغت. السيرسو خليته اكبر شويه من الجينواز باش تخرج لنا الكريم من الجناب وتخلينا الجناب نتاع الجاتو مستويه. هذايا كراميل مطيبته من قبل حطيته بجنبي باش نستعمله. كان تحبوا وصفه كراميل هيك موجوده في اليوتيوب واضحه على الاخر وعملتها يعني انا وديجا مهبطتها. ان شاء الله نتفكروا نحطها لكم في صندوق الوصف.
هذاك السيغو اللي سقيت به الجنواز على كيس سكر، زوز كيسين ماء تحطوهم على الغاز يغليو 5 ولا 6 دقائق وتزيدوهم اي اغام وتخليه يبرد وتسقيو به. الجنواز راهي لازمها تتسقى. هوني حطيت الكريم موسلين في بوش باش يعاوني بالكدا في الخدمه، وبديت كيما قاعدين تراو نحطو باش نحطو معاه اكل كاكاويه المهروشه كيما قاعدين تراو فيها، اللي بعد ما عملتها لا اله الا الله محمد رسول الله، بعد ما عملتها بخانه هروشتها كيما قاعدين تراو وحطيتها فوق من الكريم وحطيت عليها شويه الكراميل، وتوا كالعاده نعاود جينواز ونعاود عليها الكريم. نحب نقول لكم حاجه، انا الجاتو هذايا قسيت معاكم الجنواز 3 طبقات، مي انا عملت 4 طبقات خاطر عندي جنواز متاع الجاتو شوكولا اللي عملت فيه 2 طبقات كهو، خديت منه يعني طبقه بقات لي زايده زدتها في الجاتو هذا باش يجيني عالي بالكدا، خاطر الجاتو هذا حبيت نعمله هكا عالي اكثر من الجاتو متاع الشوكولا. وكيما قاعدين تراو الفيديو يوضح لكم بالكدا كيفاش تنجموا تخدموا الجاتو متاعكم ولا كيفاش تعملوا المونتاج متاع الجاتو بالطريقه هذيا. كل مره نحط مره كريم مره جينواز ومره الكاكاويه ومره كراميل حتى لين نكملوا كل، وباش نغطيه من الفوق بالسلوفان ونحطه في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور كنكم مزروبين به. انا خليته في الفريجيدير للنهار اللي من بعده. هوني باش نحي سيغسو سخنته بالسشوار باش يتنحى لي بسهوله، ونحاول نحلو خاطر السيغسو هذا يتحل سهل يعني باش يتنحى. نحلو هذا نحيلو اجنبه شويه بالسكينه ومن بعد نحي سيغسو باش يتفرعس لي شويه كيما قاعدين تراو بالسكينه باش نحاول نستويه. عندي شويه الكريم بطبيعتها قاعده نستويه بالاجناب نتاعو في ساعه يستوي خاطر الجاتو كي يبدا بارد يعني كي نحطوا له الكريم تعاوني بالكدا. هوني عندي طابع شوكولاته معاه حكايه 3 مغارف كريم ليكيد، اي نوع بتاع كريم ليكيد مش بشرط هي 30%، ذوبتهم مع بعضهم وحطيتهم من الفوق. دوبا باش نعمل بهم الاجناب هذوك مكاهو معناتها في الوسط ما نستحقوش باش نستويوها ديجا، انا باش نحطها حتى عريض اللي قاعدوا دوبا باش نستويهم هكاك، خاطر انا باش نغطيها من الفوق باش نقدها بالكريم وبالكاكاوي. اذا كنت تحبوا تستحوذوا على المنظر الفوقاني اعملوا اكثر شوكولاته، اعملوا 2 توابع شوكولاته باش تصبوها من الفوق وتقعد لكم مستويه. هوني الكريم حطيتها في بوش وحطيت الدوي كما قاعدين تراو، وقعدت ندور هكايا بشوي بشوي على جناب، وقعدوا لي اكثر في الكاكاويه المهروشين هذوك باش نحطهم هكا في الوسط نزين بهم، تعطيني منظر مزيان وسهله ومزيانه في نفس الوقت. راهو تنجموا هوني تعملوها كلها شوكولا، تنجموا تستغنوا على الشوكولا وتحطوا كريم وكاكاويه كهو، وتنجموا تستغنوا على الشوكولا والكريم وتحطوا كان الكاكاويه من الفوق. يعني حاولوا تعملوا حاجه انتم متى تحسوها سهله وتنجموا تعملوها. هوني بريسك الفيديو قريب يكمل باش نقص لكم الجاتو كما قاعدين تراو فيه. ما تنساوش تعملوا لي ابوني وتعملوا لي جيم اذا كانكم جدد في القناه، واذا كانكم متتبعيني حطوا لي كومنتير انتم حاجه بالحق انا ما حطيتهاش في الفيديو، معناتها اسالوني حاجه انا نسيتها، ما كي تبدا راهي حاجه انا حكيت عليها وعاودتها 3 مرات نبدا وجيني عليها كومنتير بلي انا شنو نعمل، نزيد نبقى نجاوب حتى على الكومنتيرات اللي موجودين ديجا معناتها انا موضحتهم في الفيديو. بالله يعيشكم اسالوني حاجه انا ديجا نسيتها. وتوا ما بقى لي كان باش نقول لكم باي باي بسلامه الناس الكل. وهذا الجاتو المزيان البنين اللي ماهوش مكلف خاطره بالكاكاويه، الكاكاويه ديجا ماهيش غاليه وسهل على الاخر، وحاولوا تتبعوا التفاصيل بشويه بشويه باش ينجم يجيكم جاتو بنين على الاخر كما هكايا. وبما اني انا عملت الجنواز اللي عملتها هذه فيها 3 طبقات هكا، هاو تنجموا تعملوا كان 3 طبقات ما تعملوش كيفي 4 خاطر قلت لكم انا قعدت لي جنواز قديمه يعني. وباي باي.